عاملين ايه احلى متابعين؟ تعالوا النهارده نعمل حاجه اقتصاديه ولذيذه جدا، تنفع فطار، تنفع غدا سريع، غدا اقتصادي. مش ببالغ ابدا، بس طعمها يجنن. فطيره البطاطس بالجبنه لكل حد مش من هواة البطاطس المهروسه. بعد الوصفه دي هتحبوها جدا. كمان في الوصفه دي هتتعلمي ازاي تعملي فطيره بمنتهى السهوله، وكل ده بمكونات بسيطه موجوده عندنا كلنا. بس لو اول مره يظهر لك فيديو ليا، انا هبه احمد من قناه ايتنج شو بالعربي. اتمنى اشتراكك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي ووصفاتي لذيذه. يلا نبتدي مع بعض. بطاطستين، هحتاج بس بطاطستين في الوصفه دي. هقشرهم واقطعهم، وزي ما قلت لكم مكونات بسيطه جدا. هنعمل الفطيره دي كوبايه دقيق واحده ومعلقتين زبده كبار وبطاطستين مسلوقين للهرس. دي مكوناتنا يا جماعه عشان نعمل احلى فطيره بطاطس بالجبنه والموتزاريلا. اول حاجه هعجن الفطيره بتاعتي. هنزل بكوبايه الدقيق وعليهم معلقتين الزبده الكبار. طبعا هسيحهم في الميكروويف، وبعد كده هضيفهم على الدقيق. ولكل فطيره كوبايه دقيق ورشه ملح واربع معالق كبار من اللبن. ممكن الدقيق بتاعك يكون بيشرب السوائل اكتر، فهتحتاجي من 4 ل5 معالق لبن، مش اكتر من كده. هنا انا بلم العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين. احنا بنلم العجينه لحد ما تتكون معانا قطعه عجينه كده. دي الفطيره بتاعتي. الفطيره بتاعتنا من غير تخمير ولا اي حاجه، بس لازم نسيبها ترتاح على الاقل ساعه، لان في العجن الفطير بيفقد الهواء بتاعه، فلازم اسيبها ترتاح عشان ترجع تتفرد معايا بمنتهى السهوله. البطاطس بقى اللي سلقتها هنا بقى هحط عليها شويه مكونات. كل المكونات اللي انا احتاجتها في الوصفه دي هكتبها لكم في الديسكريبشن الوصف. ملح وشويه فلفل وشويه زعتر ومعلقتين جبنه كريمي، دي اختياري طبعا اللي حابب، بس بتضيف الطعم انصحكم بيها، ومعلقه زبده. وهبتدي اهرس البطاطس المهروسه بتاعتي. انا عايزه درجه الهرس بتاعت البطاطس تكون ناعمه جدا، فهفضل اهرس لحد ما انتوا زي ما انتوا شايفين كده، زي البطاطس البيوريه وانعم كمان. وده طبعا عشان نعرف نفردها على الفطيره بتاعتنا. هبتدي بقى احضر الفطيره بتاعتي. انا كنت مغلفاها بالاسترتش عشان وشها ما ينشفش، وهنزل بيها بقى على الكاونتر وافرد بيها بالنشابه. انا عايزه درجه السمك بتاعها تكون رفيعه جدا، وده عشان تديني مساحه ان انا اقدر احشيها، وفي نفس الوقت عقبال ما اقفلها وافردها هتشوفوا حضراتكم في الفيديو دلوقتي هنقفلها ازاي. هحط الجبنه الموتزاريلا بتاعتي شويه حلوين طبعا، لان الوصفه دي بتعتمد على البطاطس والجبن، وشويه من البطاطس البيوريه، معلقتين كبار زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو كده، وهفردهم. وهنزل عليها كمان برشه موتزاريلا تانية. الوصفه دي اكسترا جبنه، بس صراحه طعمها خطير. هنقفل بقى زي ما انتم شايفين كده. انا بجمع كل الاطراف بتاعه الفطيره بتاعتي وهدمجهم مع بعض واقفلهم كويس بايدي، طبعا لان العجينه سايباها ترتاح فطريه وناعمه جدا معايا. هبتدي بقى اقلبها على الناحيه التانية وافردها بالنشابه، بس في الخطوه دي هنمشي بالراحه جدا. الفطيره بتاعتنا بعد ما قفلناها طبيعي ان يكون داخلها هواء. انا مش عايزه الهواء ده يقطع العجينه بتاعتي، فعلشان كده بحاول ان انا افردها بطريقه خفيفه جدا. لو انتوا شايفين انا بحاول اوزع الهواء اللي فيها عن طريق النشابه بالفرد البطيء. في نفس الوقت هكون محضره طاسه سخنه فيها معلقه زبده كبيره او شويه زيت اللي حضراتكم تحبوه، وهسيبها تسخن وهنزل عليها بالفطيره. الشغل بتاعنا في الفطير النهارده هنستخدمه بالمقلاه مش بالفرن اطلاقا. على كل وش هسيبها لمده 3 دقايق، مجرد بس ما الفطير يستوي كده ويحمر. طبعا هي كده خلاص خلصت، كل وش خد 3 دقايق. قطعتها بقى هنا كده، وعايزه الحق اوريها لكم وهي بالجبنه وهي سايحه فيها وتجنن. والله انا مش من هواة البطاطس المهروسه اطلاقا، بس حقيقي بعد الوصفه دي لما جربتها حبيتها جدا، وحبيت ان انا اكل البطاطس المهروسه بالطريقه دي. كمان هي فطيره سهله ولذيذه، تنفع فطار زي ما قلت لكم، غدا اقتصادي. الولاد عندكم هيحبوها جدا، جربيها بطريقتي هتعجبك جدا. وزي ما قلت لك، لو اول مره الفيديو ده يظهر ليكي، انا هبه احمد من قناه ايتنج شو بالعربي. اتمنى دايما متابعتكم واشتراككم في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اول باول. جربوها، ومستنيه رايكم تبعتوا لنا وتقولوا لنا في الكومنتات تحبوا تشوفوا ايه وصفات سهله واقتصاديه على القناه. واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله على خير وسلامه.